يقول المولى جل وعلا في محكم الذكر والتبيان: إذا السماء انفطرت، أي إذا قامت القيامة تشققت السماء وفتحت السماء فصارت أبوابا لنزول الملائكة، فأديم السماء يتقطع. قال: وإذا الكواكب انتثرت، أي وإذا الكواكب وقعت من عليائها وسقطت من سمائها بعدما ذهب ضوءها، وإن أمرا أسقط الكواكب لعظيم مهول. قال: وإذا البحار فجرت، أي وإذا البحار تصدعت جوانبها وذهبت حواجزها واختلطت فصارت بحرا واحدا، وفاض الماء وهاج الموج واضطرب الكون. قال: وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور تصدعت وتناثرت ترابها ليخرج الناس من بطونها ليوم الحساب وليواجهوا الجزاء من ثواب وعقاب. قال: علمت نفس ما قدمت وأخرت، حينها تعلم كل نفس ما قدمت من أعمال وما سوفت به وتكاسلت عنه فلم تعمل به، أو ما قدمت أمامها وخلفت وراءها في الدنيا. قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي يا أيها الإنسان ما الذي خدعك حتى عصيت ربك، وما الذي أغواك عن طاعة مولاك، ومن الذي جرأك على الكفر والفجور. قال: الذي خلقك فسواك فعدلك، أي فالله هو الذي خلقك ابن آدم في أحسن صورة وركبك في أجمل تقويم من أعضاء سليمة مع اعتدال القامة وتناسب الخلق. قال: في أي صورة ما شاء ركبك، أي ركبك في صورة حسنة عجيبة اختارها لك وميز بين الناس في صورهم وأشكالهم وأصواتهم وألوانهم. قال: كلا بل تكذبون بالدين، كلا لا تغتروا بكرم الله، بل أنتم تكذبون بالحساب، فلا تستعدون لهم ولا تتقون ربكم وتخشون لقاءهم. قال: وإن عليكم لحافظين، ووالله إن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم ويسجلون كل شيء على الإنسان ويكتبون الحسنات والسيئات. قال: كراما كاتبين. هؤلاء الملائكة مكرمون عند الله، يكتبون القليل والكثير، فلكرامتهم مؤتمنون ولكتابتهم ضابطون، فلا وهما ولا خطأ. قال: يعلمون ما تفعلون، يطلعون بإذن الله على أعمالكم حسنها وسيئها فيحصونها ويضبطونها ليوم الحساب بلا زيادة ولا نقص. قال: إن الأبرار لفي نعيم، إن المجتهدين في الطاعات المسابقين في الخيرات لفي نعيم مقيم وأجر عظيم ومقعد كريم في جوار الرحمن الرحيم. قال: وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإن من كذب بدين الله وخالف أمره لفي نار تلظى خالدين فيها أبدا تحرقهم بلهيبها وتصهرهم بوقودها. قال: يصلونها يوم الدين، يصلون ماذا؟ يصلون حرها ويذوقون عذابها يوم الحساب، وتضج جلودهم وتشوي وجوههم وتذيب شحومهم وتصهر عظامهم. قال: وما هم عنها بغائبين، هم خالدون في النار لا يخرجون منها ولا يزحزحون عنها وليس لهم بد من دخولهم فيها، وحضرت لهم ودفعوا إليها دفعا. قال: وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، وما علمك ما حقيقة يوم الحساب، إنه يوم مهول ومشهد فظيع وموقف صعب أكبر من أن يوصف وأعظم من أن يحاط به. قال: ثم ما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما ذاك اليوم، فلمثله يعمل الإنسان وله يهتم وبأمره يعتنى، فهو أشد يوم عرفه الناس. قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في ذلك اليوم لا تملك نفس منفعة لنفس ولا دفع مضرة عن نفس، فالنافع والضار هو الله وحده، بيده الأمر كله لا أمر لغيره ولا فضل لسواه جل في علاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.